لو شفت واحد في الطريق عمل حادثه، فانا دلوقتي هقول لك ازاي تتصرف معاه. النصيحه ديت انت ممكن حرفيا تنقذ بيها حياه الشخص اللي واقع او اللي عامل حادثه ده. لو لا قدر الله انت صادفت الموقف ده، فايه التصرف الصح اللي انت هتعمله؟ طبعا احنا ما شاء الله شعب جميل، وقت الحادثه بنلاقي الناس بتتلم بالكوم. بس انا هحكي لكم موقف حصل معايا انا شخصيا، والجثه دي كانت حاضره معايا. انا اول لما عملت الحادثه بتاعتي، وكنت يعني اول لما عملت حادثه كان حرفيا مغمى عليا، فاللي فوقني انا لقيت حد بيعمل لي كده كده. تمام. ده موقف. تاني موقف، لقيت حد بيشد مني الخوذه كده. طبعا الخوذه بيبقى فيها الشريط اللي تحت دوت، فلقيت حد بيعمل لي كده. فده احساس قذر جدا، اللي هو انا لقيت حرفيا حد بيعمل اللي هو كده. يا نجم، يا انا لو كان في حيل ان انا اتكلم كنت ثبت له. بس انا حرفيا انا اتفشخت، ورقبتي بعد الحادثه حسيتها يعني مفشوخه. فالتصرف الصح هيكون ازاي؟ فهتنادي اي حد طبعا من الناس اللي واقفه، فيا رب اي حد يجي يساعدنا يا جماعه بعد اذنكم. هتطلب من حد اللي هو يجي يساعدك، ممكن كمان تيجي تساعدنا. تمام. هتطلب منه اللي هو يعمل سبورت للخوذه. اول حاجه يمسك كتافه كده، وايده هتكون قافله على الخوذه نفسها. وبعدين هتفتح الفايزر ايدك شويه بس سنه كده ابو الكباتن عشان نفتح الفايزر. خلي بالك ان الخوذه ما تتحركش كتير عشان الشخص نفسه المصاب يعرف يتنفس. تاني حاجه بقى الاستراب ده هيتفك، وطبعا لازم يكون حد فاهم في الموتوسيكلات عشان في انواع كتير وكل نوع ليه طريقه اللي هو يتفك بيها. طريق الاسلوب دوت كده هتروح جاي مفكوك كده. كل دوت الشخص الاولاني عامل سبورت للخوذه. بعد كده انت هتدخل ايدك، هتمسك رقبته وخدوده كده يختي بطه. تمام. وهتعمل سبورت لرقبته زي ما قلنا. ايدك دي هتدخل كده ماسك رقبته وماسك خدوده من الجنب، وهتطلب بعد كده هتطلب من الشخص اللي هو يسيب ويرفع الخوذه من فوق من على مناخيره. ايوه. طبعا هو الحاله اللي معانا ديت عشان بيحاول يساعدنا فهو بيتحرك، بس لو حصل موقف فعلا فهو الشخص دوت مش هيكون يعني حاسس او ايا كان ومش قادر يشيل الخوذه. بعد كده تطلب من الشخص يحط نفس الوضع تاني. ايوه كده. وهيثبت دماغه لحد ما الاسعاف تيجي. طيب الراجل دوت زهق، ممكن مثلا اي حاجه بقى طوبه بقى، حط اي حاجه تحط طوبه تحتيه كده. سيب اي يا ابني انت ريح بقى، انت ميت دلوقتي ده. حط ايدك انت حاجه ايدك. يا ابني انت ما تتحركش، عايز انت ما تتحركش. تمام. الفكره اللي احنا بنحط اي حاجه حرفيا تحت دماغه لحد ما الاسعاف يجي. طبعا في الحاله اللي انا كنت فيها الحمد لله احنا اتصلنا بالاسعاف، والاسعاف كسلت تيجي. صح فاكر؟ بكلمك فوق بقى خلاص فوق. خلاص. دوت كده الحاجه المفروض اللي انت تعملها عشان لو لا قدر الله الناس بقى ما شاء الله بتلاقي في الموقف دوت ناس بتفتي بطريقه فظيعه. فممكن الناس الفتاين ديت اللي هو شيله وارميه على جنب عشان الطريق يمشي والجو دوت. المفروض احنا اصلا ما نعملش الكلام ده. المفروض حد متخصص او حد يكون دارس وفاهم يخلي الحاله او الشخص المصاب دوت في مكانه لحد ما الاسعاف تيجي. لان لو لا قدر الله الشخص دوت عنده اصابه جامده واتحرك حركه غلط، ممكن المضاعفات توصل للشلل. يا بطه وشكلك حلو وانت نايمه. ابعد عن مناخيره يا ابني، انت بتشيل الراجل كده. هي مناخيره كبيره يا عم. بعد كده تاني بقى اعمل سبورت تاني. فوق. مش كده. ايوه. ما الاسعاف تيجي. لا مش فاضي، انا عندي مشوار. معلش يا جماعه بحط مش اللي متخلف بقى.